دلوقتي لو عندي مبلغ محوشه ازاي اقدر استثمره بافضل شكل في ظل الظروف اللي احنا موجودين فيها دلوقتي؟ طيب بص، مبدئيا اول حاجه بتعملها، تمام، او القاعده الاساسيه في اي استثمار، انك انت ما يعني زي ما بيقولوا كده اللي هو ما تحطش البيض كله في سله واحده. بمعنى، هنفترض انك انت مثلا معاك مبلغ زي 100,000. طيب انت داخل تستثمر في السوق، او داخل تبدأ كيان صغير جديد، او داخل تبدأ مكتبك. ما ينفعش انك انت تكون نفقاتك على البروجكت ده من اوله باجمالي راس المال اللي عندك. لان انت لو عملت ده، اول حاجة هتعملها هو انك انت هتخسر كل راس المال في ان انت هتحط فيه اصول حاجات هتشتريها هتحطها عندك، او مصاريف تأسيس تجهيز ديكور ايا كانت اجهزة غيره. وبمجرد ما المبلغ ده هيبقى مش موجود معاك، هتلاقي نفسك انك انت بتدور على حد تاني يدخل معايا. ومش كل الناس هتفهم الحتة دي او هتكون داعمة ليك في الجزئية دي. طيب يعني انا كده افهم من كلامك ان انا لو حبيت ان انا يكون معايا شريك في المشروع، ايه المواصفات الخاصة بالشريك ده علشان يكون مناسب ليا؟ بص، مبدئيا، انا مش عارف ايه بص اللي بتتكرر كتير دي، بس ماشي. مبدئيا، انت قبل ما تفكر انك تدور في شريك او على شريك، انت لازم تحسب استثمارك صح. بمعنى، انت دلوقتي مثلا زي ما قلنا معاك 100,000، هتصرف منهم 10 أو 20% فقط كمصاريف تأسيس أساسية عشان تقدر تشتغل بعد كده، بحيث ان يكون عندك فيه مبلغ تاني مشغول معاك او مدخر، تقدر ان انت في حالة المخاطر انك ترجع تستخدمه او تعتمد عليه في اي وقت من الاوقات. بمعنى، انت دلوقتي مثلا هنفترض انك انت هتأجر مكتب، هتجيب ادوات، هتعمل هتعين ناس، الحاجات دي كلها، كل ده هيكون كوست عليك وراننج كوست عليك، يعني بتدفع بشكل دائم مصاريف شهرية. اول حاجة بتعملها هي انك انت لازم تقسم المبلغ اللي انت هتحدده، وليكن مثلا 50% من المبلغ ده، او 10 او 20 او 30. المهم انك ما تحاولش تزيد عن 50% من قيمة استثمارك او قيمة المبلغ اللي انت مدخره، عشان زي ما قلنا اول حاجة نسبة المخاطر. تاني حاجة، انت عندك نقطة ان في مصاريف بتطلع بشكل شهري، في مقابل ده في مفروض يكون حاجات بتدخل لك في الناحية التانية. طيب لو اللي داخل ده كان اقل من المبلغ اللي انا حطيته او استثمرته او اللي انا بدفعه مصاريف الشهرية زي ما بيقولوا، تمام، او زي ما احنا متفقين عليها. طيب المصاريف الشهرية دي ثابتة معايا بشكل شهر واثنين وثلاثة، على الأقل هتكون 6 شهور المصاريف دي ثابتة معاك. اللي مش هيكون ثابت معاك لو في حاجات تانية اتضافت عليك، بس انت مش هتقدر تضيف اي حاجة لمشروعك الا لما تكون فعلا محتاجه. يعني مش كده اللي هو انا صحيت الصبح لا انا هعين موظف جديد، لا دي ما ينفعش. لان احنا عندنا لازم تختار كمان، يعني وانت في الاول انت وانت بتستثمر في فريق عمل معاك، لازم تعرف كويس جدا ايه اللي انت تقدر تشتغله بايدك، ايه اللي انت محتاج فيه حد تاني معاك. ولازم برضو في النقطة بتاعت حتة انك تشتغل حاجات بايدك دي، لازم تفهم وازاي تفصل ما بين انك انت تكون حد فني او حد شغال بايده، او مدير. لازم تفصل ما بين الاتنين، تكون فيها مدير او تيم ليدر، مش هنقول مدير عشان البيزنس لسه ما يكونش يعني مش هيكون في حجمه الكبير. تيم ليدر او قائد الفريق بتاعه. واوقات تانية هتحتاج انك انت تكون فني مشمر ايدينك وقاعد شغال بايدك. ده او ده بيختلف حسب نوع الوظيفة اللي انت بتقدمها وحسب نوع الخدمة اللي انت بتقدمها. ومن ضمن المشاكل اللي احنا بنقابلها كتير جدا في السوق هي ان بتلاقي واحد شاطر قوي فنيا بس ما يقدرش ان هو يدير بيزنس، او ان هو يبقى
قائد فريق كويس. وفي الغالب بيكون شخص اصلا بطبيعته هو متعود ان هو يشتغل لوحده ويكون الكلمة الاولى والاخيرة ليه. تمام. طيب لو بصينا مثلا، يعني كنت بتناقش في نفس النقطة دي مع احد الاصدقاء من فترة قريبة، لو بصينا على المجالات الصغيرة او المهن الصغيرة، الحاجات اللي فيها حاجات مهنية زي مثلا صالون الحلاقة، انت دلوقتي عندك في السوق ممكن تبص تلاقي ان في المنطقة الواحدة في ما لا يقل عن 50 صالون حلاقة. دي جت منين؟ لو بصيت كويس هتلاقي ان في 3-4 اساسيين، ناس كبيرة، ناس شاطرة، ناس محترفة، ناس اخدة شهادات وعارفين الكلام ده، وناس تانية بره المجال اصلا، واغلبهم هتلاقيهم شباب صغير. انا مش ضد فكرة ان يكون شاب صغير، انا ضد فكرة ان هو ما بيكونش تمكن تماما من المهنة اللي بيقدمها كفني، بس هو حابب ان انا اكون صاحب مشروع، فبيروح يصرف اللي معاه اللي قدامه واللي وراه زي ما بيقولوا، وهيضطر ان هو يفتح محل ويبدأ يوضب ويعمل الشغل ده كله. طيب في حالة ان هو بدأ وعمل الكلام ده واشتغل، بعد شهر بعد التاني بيضطر ان هو يقفل البيزنس بتاعه بالكامل ويطلع مديون. طب دي جت منين؟ سببها ايه؟ سببها ان هو من الاول ما درسش السوق، ما درسش المنطقة اللي هو فيها، ما درسش المهنة نفسها اللي هو بيقدمها بالشكل المظبوط. فبتكون النتيجة ان هو بعد اول فترة مع اول دروب بيحصل بيروح قافل، ما بيبقاش عنده الاستمرارية ان هو يكمل. وحتى لو دور على شريك ان هو يكون متواجد معاه، هتكون المشكلة هنا في ان هو هيبقى مع شريكه ده غير واثق فيه، لان هو هحط قرشين برضه هخسرهم زي اللي خسرتهم قبليهم، وهطلع ما استفدتش اي حاجة. وساعتها هيبقى صاحبنا ده مديون للاولاني، للناس اللي هو كان معاهم في الاول وللمرة التانية، وهيضطر يرجع تاني يبدأ ان هو يشتغل عند ناس تانية. وهنا هتقابله مشكلة اكبر، ان هو لما هيروح يشتغل عند ناس تانية هيبقى معتقد دايما ان هو راجل صاحب عمل، فهيرفض اي قيود هتتحط عليه ايا كانت، سواء مواعيد عمل او التزام بسياسة عمل معينة او بسياسة شركة معينة. يعني امور زي دي كتير، ودي بنقابلها كتير او بتشوفها كتير بالذات الفترة الاخيرة. يعني فيما بعد الكورونا لو تتذكر اغلب الناس اشتغلت عن بعد. اللي اشتغلوا عن بعد اغلبهم اعتقد ان هو يقدر يدير بيزنس عن بعد، سواء من داخل البلد اللي هو موجود فيها او من خارجها، وبدأ ان هو يشتغل ان هو يكون فريق على هذا الاساس ويشتغل بيه. طيب مع اول مشاكل بتقابله بيقفل كل حاجة ويقعد في البيت. يبقى هو خسر هنا مهنته الاساسية اللي هو كان شغالها، الوظيفة اللي كان شغالها، وخسر البيزنس اللي هو حط فيه فلوسه. ونرجع بقى للنقطة الأساسية اللي انت كنت بتتكلم عليها، اللي هي الجزئية الخاصة بالشريك. طيب حاول تبدل الأدوار، يعني دايما خليك بتفكر بمبدأ تبادل الأدوار. لو انت مكان الشريك، لو انت حد معاك الكاش، تمام، وأغلب الناس اللي بتدور على شراكة بتدور على حد يكون شريك براس مال أو بكريدت، بفلوس. طيب انت دلوقتي لو مكان الشريك ده هتفكر ان انت تحط فلوس في مشروع انت مش فاهم فيه؟ اكيد لا. طيب نفس الشيء وانت بتدور على شريك، لازم تبقى عارف ان هو فاهم كويس، مش هيحط فلوس في ولا حاجة، مش هيحط فلوس في حاجة هو مش شايف لها مكسب او مش شايف لها عائد، لان هو في الاول وفي الاخر يعتبر استثمار ليه. فوانت بتدور على شريك ليك لازم تكون بتدور على شريك فاهم في المجال بتاعك حتى لو خلفية بسيطة. لازم يكون ليه متقدم ليه بروبوزل أو عرض لشغلك
وعن مكاسبك، عن طريقة إدارتك لشغلك، عملك، الكلام ده كله لازم يكون بشكل كويس، ما يكونش محطوط بان احنا بنقول كلام. يعني اغلب الناس بتروح تدور على شركاء مش بنوك، مش استثمار بشكل قرض او غيره. طيب هو لو راح اتقدم في قرض في احد الجهات المالية او ايا كانت، سواء البنوك او غيرها من شركات الاستثمار، طيب هل في الحالة دي اول ما بيروح بياخدوا منه كلمتين وخلاص خد الفلوس وامشي؟ لا، بيقعد لازم يقدم دراسة جدوى، ولازم يقدم دراسات عن المشروع ومكاسب وخسائر ورؤية وتقديري وميزانيات، قصة كبيرة جدا. لو هو بني آدم واثق في شغله أو واثق في المشروع اللي هو بيقدمه، هيعمل الخطوات دي بمنتهى الثبات. لو هو حد مش واثق في شغله ومش واثق في الكلام ده، اول حاجة هيفكر فيها ان هو يدور على ناس بره السوق، بره المجال، هيدور على ناس مش فاهمين في المجال، هيدور على ناس مش مؤسسات. والمشاكل اللي بتحصل هنا دايما ان هو بياخد راس المال يشتغل بيه، وبمجرد ما يخسر شكرا خلاص. فهنا هيبقى هو ضر نفسه وضرك في نفس الوقت.